كل يوم تجيني رسائل عن ناس تجيها مشاكل اختراق وبسبب غلط هم يقعون فيه. يا جماعة الآن مع تطور التقنية وصار أن كل الشركات تحرص على الأمان وغيرها، صار من الصعب اختراق أجهزتكم. لذلك أي كود يجيك على جوالك لا تعطيه أحد. الكود هذا شيء شخصي فيك، المفترض أنك ما تعطيه أحد. عامل الأكواد زي أرقامك السرية، زي رقم السري لجوالك. هل رقمك السري لجوالك لو واحد اتصل عليك قال لك السلام عليكم عطني الرقم السري لجوالك تعطيه؟ ما تعطيه. لذلك حتى الكود لو دق عليك بنك، لو دق عليك أي أحد، ترى أغلبهم محتالين يحاولون ينتحلون صفة بنوك، ينتحلون صفة جهات رسمية على أساس يخترقون أجهزتك. لذلك أي كود يجيك على جوالك من بنك، من تطبيق، من أبشر، من غيره، لا تعطيه أحد حتى ما تقع ضحية احتيال. لأن كل يوم يتواصلون معي أشخاص مختلفين يقعون عمليات احتيال بسبب أنهم يعطون الأكواد لأي شخص يتصل.